السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وبفضلك إن شئت فاجعل الأمر سهلا يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. أهلا وسهلا بسنة أولى دفعة الأحباب. بحبوك جدا والله، من أكتر السنين الأحب إلى قلبي، وقلت لكم قبل كده لأني عندي إحساس فولس سنسيشن، إحساس خطأ تقريبا، إن الدفعة بتاع سنة أولى ثانوي بتبقى خارجة بريئة شوية كده، وبس بحبهم والله جدا. أهم حاجة من غير رغي كتير، إحنا بإذن الله النهاردة هيبقى فيديو لذيذ، فيديو بسيط، بداية المنهج. هنشرح تقريبا نص الدرس الأولاني، كلام بسيط، بس مشكلته ان هو فيه نظري كتير، فانت هتلاقيني بس بطول لك فيه شويه عشان تفهم الكلام النظري ده. بس بعد كده انا هقول لك ان انا محتاج الكلمتين الموجودين على السبوره، ما تقلقش، انا كده بعد ما اخلص السبوره اصلا هتلاقيني بصورها لك. مجرد ما انا اصورها هنزلها لك على الجروب، تاخدها على طول تتعامل معاها وتذاكر منها. بس الله يكرمك عشان تفهم بس نظام انا ماشي ازاي، انت هتلاقيني بطول معاك شويه في الكلام النظري، على الرغم مثلا ان انت لو لاحظت المعلومات اللي عندك، انا عايز اتكلم عن تعريف كلمه علم الكيمياء، تركيب الماده، ما اعرفش ايه، كلام كله نظري بحت، بس عشان تكون فاهم الكلام ده، ولو سالك اي سؤال او لعب عليك اي لعبه في الاسئله تعرف تحله. والاهم من ده كله ان انت تكون وانت بتحفظ هتحفظ بطريقه سهله لان انت فاهم الكلام ده. تمام يا باشا؟ تمام. مش عايز اطول عليك وعايزين نخش على طول في الموضوع، بس قبل ما نخش في الموضوع احنا عاملين كورس اونلاين لسنه اولى وثانيه ثانوي، هيكون في شرح مفصل على كل جزئيه في المنهج باذن الله، هيكون في حل من كذا مصدر خارجي غير كتاب الامتحان. كتاب الامتحان معانا وكتب ثانيه، فهيكون تجميعة الاسئله دي كلها في المذكرات الخاصه بينا، هيكون في متابعه سواء كويزات سواء امتحانات سواء جوائز، حاجات كتير جدا جدا وتفاصيل كتير جدا جدا، سعر رمزي جدا. لو عايز تستفسر عن اي شيء وعايز تسال عن اي حاجه هتبعت بس للتيم، هتلاقي اللينك بتاع التيم على التليجرام موجود في الوصف بتاع الفيديو، او ابعت لهم على طول على الرقم اللي هيظهر قدامك على الشاشه دلوقتي. تمام يا باشا؟ نسمي الله ونبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب تعالى كده نتكلم واحده واحده. احنا النهارده جايين نتكلم عن حاجه اسمها علم الكيمياء، انا جاي اتكلم في الكيمياء صح؟ اوضح لك حاجه بس لو انت ما سمعتش فيديو الاساسيات، انت كنت في سنه اولى وثانيه اعدادي بتاخد حاجه اسمها علوم صح؟ العلوم دي عباره عن ايه؟ العلوم دي عباره عن 5 حاجات. كانت عباره عن جزء كيمياء اللي كان فيه التفاعلات الكيميائيه، اللي هو اكتر تفاعل اصلا انت فاكره المغنيسيوم مع الاكسجين في وجود حراره هيطلع اكسيد المغنيسيوم MgO. طيب يبقى دي لو في تفاعلات كيميائيه يبقى ده جزء كيمياء. من ضمن العلوم برضو خدت حاجه اسمها الفيزياء، زي الدرس اللي انت خدته السنه اللي فاتت اللي هي الحركه في خط مستقيم وتمثيل الحركه في خط مستقيم، ده عباره عن جزء فيزياء. طيب رقم 3 خدت جزء من حاجه اسمها الفلك او الكون، اللي هو المجموعه الشمسيه، دي حاجه اسمها علم الفلك او علم الكون. طيب حاجه ثانيه خدناها خدنا الجيولوجيا او علم الارض، ممكن ما تكونش سمعت عنها قوي، بس ده علم بيهتم بدراسه الصخور الموجوده جوه بطن الارض، وهو من ضمن فروع العلوم برضه. طيب اخر حاجه في العلوم خدتها الاحياء، زي التنسيق الهرموني بتاع الهرمونات، زي مثلا التكاثر الجنسي واللا جنسي، زي التصنيف، ده كله عباره عن احياء. يبقى اذا العلوم اللي انا خدتها، العلوم اللي انا خدتها في سنه اولى وثانيه اعدادي وثالثه اعدادي هتتقسم في ثالثه ثانوي ل5 علوم: كيمياء وفيزياء واحياء، كيمياء وفيزياء واحياء، وعندك في الاخر الجيولوجيا اللي هو علم الارض وعلم الفلك في الاخر. طبعا دول مش عليك ولا في اولى ولا في ثانيه ثانوي، الجيولوجيا بس لو انت دخلت علم علوم باذن الله في ثالثه ثانوي هتاخدها، غير كده لا. وطبعا علم الفلك ده مش عليك. تمام؟ فانت اللي عليك اساسي الكيمياء والفيزياء والاحياء. طب احنا جايين ندرس مين؟ ندرس علم الكيمياء. تعالى بقى يا عم الباشا كده افكرك بعلم الكيمياء اللي عرفناه اصلا في الاساسيات. هو علم الكيمياء ده لما اجي اعرفه، بص يا باشا، اول سنه هتدرس كيمياء، اول سنه هتدرس احياء او بيولوجي، واول سنه هتدرس فيزياء. تلاقي المدرس داخل عليك في اول حصه في المنهج يقول لك انا عايز اعرف العلم بتاعي. علم مثلا الاحياء هو العلم الذي يختص بدراسه حاجه معينه او كذا. طب علم الكيمياء هو العلم الذي يختص بدراسه كذا. طب علم الفيزياء هو العلم الذي يختص بدراسه كذا. يعني دي جمله كده اسطمبه بنقولها في تعريف اي علم. يبقى اذا علم الكيمياء لما اجي اعرفه هقول هو العلم الذي يختص دراسه ايه؟ اهم كلمه على الاطلاق، يختص بدراسه تركيب الماده. طيب بعد اذنك يا مستر، هو تركيب الماده ديت حاجه مهمه جدا جدا. هديك مثال، ايه رايك لو انا مثلا مديك عنصر عدد الذري 11،
وعدد الذر 11 لما وزعوا 2 8 1. استنى بس، هو ايه ال 11 ده؟ ال 11 ده بنسميه التركيب الالكتروني، يعني عندي كام الكترون؟ طيب انت قلت لي 11 2 8 1، اخره كام الكترون؟ واحد. هيفقد ولا هيكتسب؟ هيفقد الكترونات. طب هو فلز ولا لا فلز؟ فلز. ايه ده؟ يعني انا مجرد ان انا عرفت تركيبه قدرت اعرف هو هيتفاعل ولا لا، ولو اتفاعل هيتفاعل كفلز ولا لا فلز؟ عرفت كل حاجه عنه اللي هي التفاعلات الكيميائيه او الخواص الكيميائيه. طب هديك مثال تاني، لو قلت لك مثلا عنصر عدد الذر 10 توزيعه 2 8 اخره 8، هو بدل اخره 8 يبقى ده ايه؟ ده النيون اللي هو الغاز الخامل، هيتفاعل ولا مش هيتفاعل؟ مش هيتفاعل. يبقى اذا معرفه التركيب الالكتروني بيعرفني هل انت هتتفاعل ولا مش هتتفاعل، ولو هتتفاعل انت فلز ولا لا فلز. تمام كده؟ والكلام ده كنا متكلمين عنه بالتفصيل في الاساسيات. فعشان كده انا لما اعرف تركيب الماده هقدر اعرف حاجه اسمها خواص الماده. طيب رقم 2، لما اعرف تركيب الماده هقدر اشوف التفاعلات الكيميائيه الخاصه بالماده. زي ما انا لسه قايل لك، الفلز بيتفاعل عن طريق الفقد، اللافلز بيتفاعل عن طريق الاكتساب، الغازات الخامله لا تتفاعل اصلا. يبقى تركيب الماده بيعرفني خواص الماده، بيعرفني التفاعلات الكيميائيه الخاصه بالماده دي والظروف المناسبه لهذا التفاعل. يعني ايه؟ فاكرين المثال اللي انا قايله لك في اول الفيديو؟ الام جي مع الاو اللي هو المغنيسيوم مع الاكسجين هيكون اكسيد المغنيسيوم. هو شرط التفاعل ده ايه؟ وجود حراره على السهم. هو من غير الحراره التفاعل هيتم؟ لا، احنا اصلا بنقول عليه ايه؟ شرط التفاعل، يعني التفاعل مش هيحصل غير لما هو موجود. طيب يبقى دي بنقولها التفاعلات الكيميائيه والظروف المناسبه ليه. طيب اخر حاجه بيهتم بيها دراسه علم الكيمياء، بص احنا قلنا ايه؟ خواص الماده والتفاعلات الكيميائيه، حاجه بنسميها التغيرات التي تطرق على الماده. طيب ايه التغيرات التي تطرق على الماده؟ حاجات كتير جدا جدا، بس هبسطها لك بمثال بسيط. لو انت جبت رغيف عيش، رغيف العيش ده سبته في الهواء كده مش في الثلاجه، سبته في الهواء مثلا لمده اسبوع، هيحصل له ايه؟ برافو عليك، انت قلت اهو هيعفن. طب هو هيعفن ليه؟ لان البكتيريا اتفاعلت معاه فعفن. بس استنى، البكتيريا اتفاعلت معاه، وده علم الكيمياء تفاعلات كيميائيه اصلا. فدي تغيرات طرأت على الماده، ان الماده بدل ما كانت سليمه باظت بسبب العفن. وقيس على ده بقى امثله كتير. يبقى اذا لما اجي اقول لك علم الكيمياء بيهتم بدراسه كام حاجه؟ بيهتم بدراسه 4 حاجات، اهم كلمه فيهم تركيب الماده. لما اعرف تركيب الماده هعرف خواص الماده، التفاعلات الكيميائيه، التغيرات اللي تطرق على الماده. تمام يا عم الباشا؟ تمام. طب والله يا مستر انا ملاحظ ان انت مخرج كمان سهم من علم الكيمياء. السهم ده ليه؟ قال لك عشان اكتب فيه الجمله دي ان هو يعتبر احد فروع العلوم الطبيعيه ال5 اللي احنا لسه متكلمين عنهم. نعدهم تاني عشان مهمين: كيمياء وفيزياء واحياء، عندي جيولوجيا او علم الارض، واخر حاجه علم الفلك. جميل. يبقى انا كده خلاص اتكلمت عن علم الكيمياء، وعرفنا ان هو احد فروع العلوم الطبيعيه ال5، وعرفنا ان هو بيهتم بدراسه تركيب الماده والحاجات التانيه دي. طب استنى، مش انت قلت لي علم الكيمياء بيختص بدراسه تركيب الماده؟ طب ما تيجي لما نعرف تركيب الماده هو ايه؟ يلا يا باشا. قال لك تركيب الماده، الماده بتتكون من دقائق صغيره جدا بسميها ذرات. الكلام ده كله انا قايله في الاساسيات بس بعيده تاني عشان الناس اللي ما سمعتوش. طيب الذرات دلوقتي كل ذره واقفه لوحدها ما تعملش اي حاجه. قال لك لازم الذرات ترتبط مع بعضها. طب الذرات لما ترتبط هتروح تكون حاجه اكبر شويه بنسميها جزيء. بص الجزيء في 3 ذرات اهمت مرتبطين مع بعض، كمان جزيء اهوت وكمان جزيء اهو. طيب ده الاول هنسميها جزيئات. طب الجزيئات يا عم الباشا دلوقتي واقفه لوحدها، قال لك لازم ترتبط مع بعضها. لو ارتبطت هتكون لي حاجه في الاخر اسمها الماده. بس خلصنا يا عم الباشا. تمام كده؟ تمام. ده تركيب الماده باختصار. طيب تعالى لي كده، هو احنا قلنا علم الكيمياء احد فروع العلوم الطبيعيه الايه؟ ال5. تعال نخلص العنوان اللي تحت ده يلا بسرعه. انواع العلوم. قال لك انواع العلوم بقسمها الى علوم طبيعيه وحاجه اسمها علوم بشريه. اوضح لك بس الكلام ده عشان انت مش هتحفظه. هو يعني ايه علوم طبيعيه؟ من اسمها علوم طبيعيه يعني دي موجوده في الطبيعه. طيب السؤال للناس اللي بتفكر، هو ايه اللي موجود الاول؟ يعني ربنا خلق ايه الاول؟ الطبيعه ولا الانسان؟ الطبيعه. يعني الحاجه اللي موجوده في الطبيعه دي اصلا
موجودة قبل ما الإنسان يكون موجود، يعني حاجة أصلا الإنسان ملوش دخل فيها غير إن هو طورها وحاول يفسرها بتحصل إزاي، مش أكتر من كده. طب إحنا لسه قايلين العلوم الطبيعية دول كم علم؟ 5، مش هنقعد نعيد بقى تاني. إحنا قلنا أهوت 1 2 3 4 5 اللي إحنا لسه قايلينهم هم. طيب العلوم التانية اسمها علوم ايه؟ بشرية. فكر فيها بس شوية قبل ما تحفظها. يعني ايه علوم بشرية؟ يعني علوم البشر هم اللي حاطينها. زي ايه رأيك في علم التاريخ؟ هو التاريخ ده انت بتاخده السنة دي. هو التاريخ ده اصلا مش انا بحكي تاريخ البشر والامم اللي قبلنا؟ يعني انا بحكي تاريخ بني ادمين. يعني علم اصلا التاريخ ده جه بعد ما البشر جت، واللي حطه بشري. هو بيوصف بس الناس زمان كانت عامله ازاي. السيره النبويه مثلا بتاع الرسول مثلا في الدعوه عمل ايه؟ الصحابه كانوا بيعملوا ايه؟ الناس كانت بتعمل ايه في العصر دوت؟ قريش كانت بتعمل ايه؟ الحاجات دي كلها انا بحكي تاريخ الامم اللي قبلي. فعشان كده دوت بنسميه طبعا علم التاريخ، فبنسميه علم بشري. هديك مثال كمان، علم النفس، من اسمه علم النفس بيدرس النفس البشريه. هو انا بالعقل ينفع ادرس النفس البشريه من غير ما يكون في انسان اصلا؟ اكيد لا، لازم يكون في انسان وانا ادرس عليه. اشوف والله ايه الحاجات اللي بتزعله، طيب ايه الحاجات اللي بتفرحه، واجيب حبه قدامي كده والنبي والله انتوا بيزعلكوا ما اعرفش ايه، وانتوا بيفرحكوا ما اعرفش ايه. خلي بالك هو جايب 5 6 يدرس عليهم، بيطبق بقى الكلام ده على بقيه البشر. طبعا العلوم البشريه بتكون مليانه اخطاء، زي علم الفلسفه، علم النفس، علم الاجتماع، الحاجات دي كلها يعني ايه شقلب ودي كده. تمام يا باشا؟ تمام. اللي هي من الاخر الحاجات اللي موجوده في ادبي. تمام. ودول العلوم الطبيعيه قلنا فيزياء، كيمياء، احياء، جيولوجيا، فلك. تمام يا باشا؟ تمام. طيب قبل ما نخش على النقطه اللي هنا، انت عرفت لي علم الكيمياء وتركيب الماده وانواع العلوم. طيب ما تيجي لما نعرف اصلا كلمه علم بشكل عام. بص يا عم الباشا، يعني ايه كلمه علم؟ يعني ايه يكون عندي علم بشيء؟ هديك مثال عشان انا عايز اوضح لك بس الفكره اللي انا هتكلم فيها. انا مثلا طبيب في كليه طب. سؤال، هل انت تعرف اي حاجه عن مواد طب؟ طبعا ما حدش يقول لي انا اعرف المواد. يا ابني انا مش اقصد كده. هل انت تعرف حاجه عن دراسه المواد ديت، او خدت حاجه او تعرف معلومات عنها؟ لا ما اعرفش. طب سؤال، انت رايح تدرس طب، انت لسه في سنه اولى، انت لسه طالب فرحان بنتيجه الثانويه العامه ورايح تدرس طب. هو انت اول ما تروح اول سنه في كليه الطب هتروح تخش لهم كده تقول لهم فين المشاكل اللي بتقابلكم، انا هحط لكم نظريات واحلها؟ ولا هتبدا تاخدها واحده واحده لحد ما تفهم اصلا اسس العلم ده ايه، وبعد كده لما تفهم وتوصل لمرحله عاليه جدا من الفهم تبدا بقى تحط نظريات على الحاجات اللي فيها مشاكل في العلم ده؟ هوضح لك. رقم 1، هو انت دلوقتي اول سنه تدرس علم الكيمياء صح؟ طيب رقم 1، عشان ادرس علم الكيمياء بدرس اساسيات، احنا بادئينها من البدايه خالص اهو، اللي هو تعريف العلم اصلا. فانا لما اكون داخل على علم جديد، رقم 1 انا لازم اعرف الاساسيات بتاعته. طيب رقم 2، هو مش لكل علم مفاهيم ومصطلحات خاصه بيه. يعني لما اجي اقول لك مفهوم الذره، الجزيء، التفاعلات الكيميائيه، عرفت ان ده علم الكيمياء. لما اجي اقول لك سرعه، حركه، تقول لي فيزياء. لما اجي اقول لك الخليه، تركيب جسم الكائن الحي، الخليه النباتيه والحيوانيه، عمليه البناء الضوئي، عمليه الهضم، عمليه التكاثر، تقول لي احياء. فانا اقصد ان كل علم له مصطلحات، مجرد ما انطق لك المصطلحات دي انت هتعرف نوع العلم ايه. يبقى اذا في مفاهيم خاصه بكل علم او مصطلحات خاصه بكل علم. طيب تاني حاجه، والله بيكون في مبادئ انا بمشي عليها. يعني مثلا لما اقول لك المغنيسيوم عدد الذري كام؟ 12، وزعه 2 8 2. طيب هو انا وزعته بناء على ايه؟ بناء على مبدا العلماء حطوه بمشي عليه في التوزيع. يبقى انت عندك في اي علم في مفاهيم اساسيه متعارف عليها بتحدد لي العلم ده ايه. رقم 2، في مبادئ اساسيه انا بمشي عليها برضو. طيب والاهم من ده كله ان في البدايه في حقائق. ايه الحقائق؟ الحقائق العلميه اللي ما فيهاش خلاف اصلا على العلم ده. طيب بعد كده، هو مثلا علم الكيمياء مش فيه مسائل؟ طب المسائل دي هتتحل بايه؟ قوانين. يبقى كل علم له القوانين الخاصه بيه اللي هتحل المسائل بتاعته او هتحل المشكلات بتاعته. طب اخر حاجه، بص بقى، انت بعد ما عرفت ده كله ودرسته وتمعنت فيه وفهمته كويس، تقول لهم بقى وتفتح صدرك تقول لهم فين المشاكل اللي عندكم؟ هتقول لي المشاكل وانا احلها لكم. طيب والله انت عندك مشكله في الحاله الفلانيه، يعني مثلا العمليه الفلانيه، او انت مثلا عارف ان مرض السكر ما بيتعالجش. العلاج اللي احنا بناخده دوت يعني يعتبر ايه؟ اللي هو زي علاج اللي هو تعويض للانسولين اللي موجود في جسمه خلاص، لكن مريض السكر ما بيخفش.
انت بقى جيت في الاخر بعد ما فهمت الطب كويس، جيت قلت لهم والله انا هكتشف، يعني عندي نظريه الاكتشاف علاج جديد للسكر، وفي ناس لحد دلوقتي بتعمل الكلام ده. طب انت حطيت نظريه في البدايه ولا بعد ما فهمت الدنيا؟ بعد ما فهمت الدنيا. فعشان كده العلوم ده لما نيجي ندرسه هنعرف ان بيتكون من حاجات اساسيه ما ينفعش تاخد خطوه قبل الثانيه. يعني ما ينفعش تكون داخل على علم جديد وتحط نظريه قبل ما تفهم الاساسيات اصلا بتاع العلم. عشان كده الحاجات دي هنفهمها كويس. تعريف كلمه علم: العلم هو، بص كده، هو بناء منظم من المعرفة، مبنى منظم مكون من 5 أدوار. هو أنت لو داخل مبنى مكون من 5 أدوار ينفع تطلع الدور الخامس من غير ما تعدي على الدور الأولاني؟ لا، لازم أعدي على الثاني الأولاني ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع ثم الخامس، فما ينفعش أنط مرة واحدة على الخامس. تمام؟ هو نفس الفكرة. عشان نحفظهم وما ننساهمش ولازم يتحفظوا بالترتيب، هنحفظهم في الكلمة دهيت: حمقنا. الحاء، كلمة حاء من اللي احنا قلناه يعني حقائق، فأول حاجة بتعرفها عن أي علم الحقائق. طيب الميم: مفاهيم أو مصطلحات. طب الميم التانية، الميم دي حاجتين، يبقى حقائق مفاهيم، حاجة اسمها مبادئ. طيب آخر 2، يلا آخر 2 القاف والنون، قاف قوانين. طيب والنون نظريات، حط النظريات بتاعتك. يبقى اذا اخر حاجه انت هتفتي فيها وهنسمع وجهه نظرك فيها هي النظريات في الاخر بعد ما تعرف العلم كويس. تمام يا عم الباشا؟ تمام. فانا بص، انا يعني لحد دلوقتي الكلام ده نظري بحت، بس انا بفصل لك الكلام اللي فيه ليه عشان تعرف تحفظه وتفهم اصلا الحاجات دي ايه. تمام. خش يلا معايا. مجالات دراسه علم الكيمياء، هتلاقي العنوان دوت موجود عندك في الكتاب، وهتلاقيه عامل يتكلم في 4 مجالات. بص 4 مجالات موجودين عندك، وانت عامل تقرا وتحفظ وتذاكر وتشبع على الكلام وتلاقي الدنيا دخلت في بعضها. لا، هو انا بتكلم عن ايه؟ مجالات دراسه علم الكيمياء. دي هجيبها منين؟ من تعريف علم الكيمياء بس والله. بص يا عم الباشا، اول حاجه هو علم الكيمياء بيختص بدراسه ايه؟ تركيب الماده. هنقول الكلمتين دول. بيقول لك يختص بدراسه التركيب الذري والجزيئي للمادة. أنا عارف إن الكلمة اللي مغص عليك حياتك دلوقتي اللي هي كلمة التركيب الذري والجزيئي. يا عم الباشا، هو المادة بتتكون من إيه؟ من جزيئات، فبسميها التركيب الجزيئي. طب المادة بتتكون من إيه صغير خالص؟ الذرات، فبسميها التركيب الذري. فده اللي بنقول عليه اسمه التركيب الذري والجزيئي للمادة، إن المادة بتتكون من ذرات وجزيئات. ده رقم 1. طب رقم 2، يختص علم الكيمياء بدراسة خواص المادة. طب آخر حاجة أو ثالث حاجة أنا آسف، التفاعلات الكيميائية والظروف المناسبة لذلك. بس نفس الكلام اللي احنا قلناه في التعريف هو نفسه اللي موجود في المجالات. طب آخر حاجة مش موجودة بقى في التعريف. طيب يختص بدراسة حاجة اسمها المشكلات البيئية وطرق علاجها. هديك مثال، هو ايه المشكلات البيئية الأول؟ تلوث، زي تلوث المية والهواء. طيب بص يا عم الباشا، هو مثال بس يا رب انت تلقطه. انت عندك اناء فيه ميه اهوت، الاناء ده فيه ميه. قال لك الميه دي مسممه. جيت سالت ايه السبب ان الميه دي مسممه؟ قال لك عشان دايب فيها ايون الرصاص. تاني، الميه مسممه وسبب التسمم ان ايون الرصاص دايب فيها. طب فكر معايا كده، هو احنا عشان نتخلص من التسمم ده اعمل ايه في ايون الرصاص؟ اشيله من الميه، صح؟ يعني ايه اشيله؟ ارسبه. هو انا لما ارسب ايون الرصاص هل هيكون دايب في الميه؟ لا، ده كده راسب. طيب قال لك حط عليه الماده ده اهي SO4-2 مجموعه الكبريتات. قال لك ده هيتفاعل مع ده هيتكون BbSO4. طبعا انت مالكش دعوه بالتفاعل، انا بديك بس مثال. هيتكون BbSO4 راسب. فبص الكبريتات خدت الايون بتاع الرصاص رسبته، فتخلصت من ذوبان في الميه، فالميه اصبحت نقيه وغير مسممه. يبقى انا عالجت كده مشكله اسمها مشكله تسمم المياه بسبب ايون الرصاص الدايب فيه. دي حاجه من ضمن الحاجات. تلوث الهواء زي مثلا لما يكون مثلا في ناموس، في مثلا حشرات في الجو او حاجه انت بترشها اصلا من المبيدات الحشريه، صح؟ زي البيروسول. هو اصلا الحاجات دي مواد ايه؟ مواد كيميائيه بس. فهو بيدرس المشكلات اللي موجوده في البيئه ويحلها. هديك كمان مثال، فيروس كورونا الفترة اللي فاتت، ربنا يعافينا وربنا لا يعوده تاني. فيروس كورونا كانت الناس كلها ماشية لابسة كمامات، صح؟
خلي بالك الكمامه دي بتمنع دخول الفيروس اصلا ليك. الكمامه دي مصنوعه من حاجه اسمها ماده نوويه، وهنعرف ان المواد النوويه ودراستها اصلا ده عباره عن كيمياء في الدرس الثاني باذن الله. تمام؟ يبقى هو يختص بدراسه 4 حاجات، 3 من التعريف وواحده كمان اسمها مشكلات بيئيه. تاني 3 من التعريف وواحده مشكلات بيئيه. تمام يا عم الباشا؟ تمام جدا. طيب تعالى بقى لما نكمل كده ونبدا. هو احنا اتفقنا مع بعض دلوقتي وقلنا انواع العلوم، لا اما طبيعيه لا اما ايه؟ بشريه. خلينا بقى في العلوم الطبيعيه، قلنا كام علم؟ 5: كيمياء، فيزياء، احياء، جيولوجيا، علم الفلك. مين اهم واحد فيهم؟ ها؟ طبعا الكيمياء. ايه طبعا الكيمياء؟ طبعا الكيمياء. هو عشان انا اللي بدرس كيمياء؟ لا والله، هو فعلا الكيمياء هو اهم واحد. تعرف ليه؟ عشان تعريفه هو بيختص بدراسه ايه؟ تركيب الماده. وانا قلت لك اهم حاجه ان انت تعرف عن الماده دي تركيبها. لو عرفت تركيبها هتعرف كل المعلومات اللي انت عايزها عن الماده، واللي بيعرفني تركيب الماده هو علم الكيمياء. فالله يبارك لك، الله يبارك لك. انا هاخد علاقه علم الكيمياء بعلوم كتير دلوقتي. انت كل اللي عليك بص كأن راكبك عفريت اسمه تركيب الماده. كل ما اقول لك الكيمياء دي بتعمل ايه للعلم دوت تقول لي بتعرفني التركيب، بس التركيب واسكت. يعني مثلا هاخد علاقه الكيمياء بالاحياء. هو الاحياء دي مش بتدرس الكائن الحي؟ هو ايه ابسط وحده من ايه للكائن الحي؟ الخليه. تعرف الكيمياء بتعرفني ايه؟ تركيب الخليه. بص تركيب الخليه. فانا لما اعرف تركيب الخليه هعرف خواص الخليه، هعرف هي بتشتغل ازاي، التفاعلات اللي جواها بتتم ازاي، هعرف كل المعلومات عنها. تمام. فعشان كده لما اجي اقول لك التكامل ما بين علم الكيمياء والعلوم الاخرى، في سؤال بيجي علل بقى، يقول لك علل يعتبر علم الكيمياء مهما لما فهمت باقي العلوم او لفهم باقي العلوم. ليه؟ لانه يساهم في معرفه تركيب الماده الذي يؤدي بدوره الى معرفه جميع الخواص عن الماده. تمام. يلا يا عم الباشا بقى ناخد علم كده. انا عايز اخد التكامل ما بين علم الكيمياء والاحياء الاول. بس تعالى لما نعرف يعني ايه علم الاحياء. والله علم الاحياء هو العلم الذي يختص بدراسه ايه؟ قال لك يختص بدراسه الكائن الحي. ده بيدرس الكائن الحي. طب هو الكائن الحي اصغر وحده من ايه لايه؟ صح، الخليه. اهي دي الخليه. طيب شويه خلايا مع بعض هيكونوا ايه؟ هيكونوا نسيج. طيب شويه انسجه مع بعض هيكونوا ايه؟ هيكونوا عضو. شويه اعضاء هيكونوا جهاز. شويه اجهزه هيكونوا جسم الكائن الحي. خلص. هسألك سؤال بقى، هو مش انا اصغر واحده من ايه هي الخليه؟ شويه خلايا كونوا ايه؟ نسيج. يعني الانسجه دي اصلا عباره عن خلايا. طب استنى، شويه انسجه كونوا عضو. استنى، هو العضو ده اصلا مش مليان خلايا؟ لانه عباره عن انسجه والانسجه دي عباره عن خلايا. اللي انا عايز اقوله الحاجه المشتركه في التركيب ده كله هي الايه؟ هي الخليه. فانا لو عرفت تركيب الخليه اقدر اعرف خواصها ولا ما اقدرش؟ اقدر. طب هو انا بقول لك دلوقتي تكامل ما بين علم الكيمياء وعلم الاحياء. احنا قلنا اهم حاجه في علم الاحياء هي الخليه، صح؟ بدل كلمه خليه يبقى دي احياء على طول. طب علم الكيمياء بيساعدني في ايه؟ بس انطق لي الكلمه دي، تركيب. بس ما تقوليش بقى تركيب الماده، خليك ناصح، خليك مرن كده. هو تركيب ايه بقى؟ تركيب الخليه. استوب هنا بقى. ايه هو تركيب الخليه؟ سمعتك بتقول لي سيتوبلازم ونواه وجسم جولجي وما اعرفش ايه. لا مش عايز اعرف الكلام ده، انا مش عايز ده اصلا. هو انا هنا ههتم بدراسه التركيب الكيميائي لاي خليه في الدنيا. هفهمك قبل ما اكتب. هو الخليه الحيوانيه الموجوده في الحيوان زي الخليه اللي موجوده في الانسان زي الخليه اللي موجوده في النبات؟ لا. او سيبك يا عم من ده، هل الخليه الحيوانيه زي الخليه النباتيه؟ لا. واظن ان انت خدت الفرق ما بينهم في ثالثه ثانوي، في ثالثه اعدادي. فانت خدت الفرق ما بين الخلايا النباتيه والحيوانيه، ده مختلف عن ده. انا مش عايز اعرف الفرق، انا عايز اعرف المكونات الكيميائيه اللي موجوده في اي خليه مهما اختلفت سواء نباتيه او حيوانيه. تمام؟ يبقى بص كده، بيقول لك يساهم علم الكيمياء في معرفه التركيب، ركز في اللي انا هقوله، الكيميائي للخليه. مش هو علم الكيمياء؟ يبقى بيعرفني التركيب الكيميائي. طيب ايه التركيب الكيميائي لاي خليه في الدنيا سواء نباتيه او حيوانيه؟ قال لك بتتكون من 4 مكونات اساسيه، واظن ان انت سمعت عنهم في الاحياء. رقم 1 كربوهيدرات. في درس عندكم كامل اصلا في سنه اولى اسمه كربوهيدرات، برمز لها بالرمز ده CHO. طيب رقم 2 حاجه اسمها بروتين.
بروتين برمز له بالرمز بي تي ان، ده بروتين. طيب اخر حاجه دهون. الدهون اللي انت برضو هتاخدها في الاحياء اسمها ليبيدات، ليبيد اهوت، ليبيد. اخر حاجه خالص احماض، بنسميها احماض نوويه، نسميها كده ماشي، احماض نوويه، سيبك منها، احماض نوويه وخلاص. يبقى هم 4 مكونات: كربوهيدرات، بروتين، دهون، واخر حاجه احماض نوويه. ده التركيب ده، ال4 مكونات دول موجودين في اي خليه، سواء الخليه ديت نباتيه او حيوانيه، بغض النظر عن اختلافهم اللي انت عارفه، بس مكوناتهم الاساسيه ال4 دول: كربوهيدرات، بروتين، دهون، احماض نوويه. تمام يا باشا؟ تمام، يا رب تكون وصلت. طيب خش على اللي بعدها، التكامل ما بين علم الكيمياء وعلم الفيزياء. طيب احنا اتفقنا انا لما اجي اخد تكامل ما بين علم الكيمياء وعلم تاني، انا بعرف العلم التاني الاول. طب هسألك سؤال الاول، هو التكامل ما بين علم الكيمياء والاحياء، يعني حط الكيمياء على الاحياء يطلع كيمياء حيويه، تاني حط الكيمياء على الاحياء تطلع كيمياء حيويه. لما يجي بكل بساطه يستظرف عليك في الامتحان ويقول لك عرف لي الكيمياء الحيويه، عرفها لي. والله الكيمياء الحيويه استنى، مش هو دمج علمين في بعض، انت راخر ادمج التعريفين في بعض. هو علم الكيمياء اهم كلمه بيعرفها لي الايه؟ التركيب. طيب وعلم الاحياء الكائن الحي. بص كده لما اجي اعرفهم الاثنين مع بعض: والعلم الذي يختص بدراسه التركيب الكيميائي للخليه. تاني، الكيمياء الحيويه، العلم الذي يختص بدراسه التركيب الكيميائي او الحته دي بتاع الكيمياء للخليه، يبقى ده علم الاحياء. تمام؟ تمام. طب خش على اللي بعدها. احنا قلنا اللي بعدها كيمياء وفيزياء. الاول عايزين نعرف علم الفيزياء بيختص بدراسه ايه؟ قال لك علم الفيزياء اهم كلمه فيه يختص بدراسه خواص الماده، بس طبعا من اسمها خواص الماده الفيزيائيه، زي الكثافه، زي الحركه، زي الكتله، اي حاجه، زي درجه الغليان والانصهار، يبقى يختص بدراسه خواص الماده الفيزيائيه. دي اهم كلمه في علم الايه؟ في علم الفيزياء. طب سؤال، هو انا عشان اعرف خواص الماده لازم اعرف ايه؟ تركيب الماده بس. يبقى علم الكيمياء بيساعدني في فهم علم الفيزياء عن طريق ان هو بيعرفني تركيب الماده. يعني لما اجي اقول لك دلوقتي التكامل ما بين العلم الكيمياء والفيزياء، اقول كده اسمها الكيمياء الفيزيائيه. لما اجي اعرف الكيمياء الفيزيائيه، بص هما كلمتين اتنين: كيمياء تركيب ماده، طب وفيزياء خواص الماده. فهو العلم الذي يختص بدراسه تركيب وخواص الماده، تركيب على الكيمياء والخواص على الفيزياء، طبعا الخواص الفيزيائيه. طيب انت مطلع سهمين كمان من علم الفيزياء. قال لك علم الفيزياء كمان بيختص بدراسه ادوات القياس وطرق القياس المختلفه. اخر حاجه يختص بدراسه تفسير الظواهر الطبيعيه، زي ايه؟ زي البراكين والزلازل والتسونامي، الحاجات دي اللي بيفسر حدوثها حصلت ليه، بيقيس خطورتها، زي مثلا الزلزال بنقيسه بمقياس ريختر، ما هو دي اداه فيزيائيه اصلا. الحاجات دي اللي بيفسرها وبيهتم بدراستها هو علم الفيزياء. يبقى علم الفيزياء بيختص بدراسه 3 كلمات: رقم 1 ودي الاهم خواص الماده، رقم 2 القياس وادوات القياس والطرق المختلفه بتاعته، واخر حاجه تفسير الظواهر الطبيعيه. وقلنا التكامل ما بين علم الكيمياء والفيزياء اسمه الكيمياء الفيزيائيه. في مشكله كده؟ تمام. طب الكيمياء والطب والصيدله، هنطول في الموضوع ده شويه. اول حاجه الكيمياء والطب والصيدله، هو في الكتاب كاتبهم لك الاثنين على بعض، انا عايزين نفصصها شويه. هو ناخد دي الاول، هو علم الكيمياء مع الصيدله، هو ايه وظيفه الصيدليه غير ان بيتباع بيها بامبرز ومستحضرات تجميل؟ ايه وظيفتها؟ وظيفتها بيتباع فيها ادويه، صح؟ هو الدواء ده احنا بناخده ليه؟ عشان نخف. طيب يبقى اذا علاقه علم الكيمياء مع الصيدله الادويه، بس صناعه الادويه. طب ما هو الادويه دي اصلا عباره عن ايه؟ عباره عن مواد كيميائيه. طب بص يا عم الباشا، ايه الادويه اصلا تعريفها ايه؟ بص هي مواد كيميائيه اهي، مواد كيميائيه يعني كيمياء لها خواص علاجيه، يعني بتعالج. يبقى هي مواد كيميائيه لها خواص علاجيه، يبقى دي تعريف كلمه الادويه. يبقى اذا قولا واحدا التكامل ما بين الكيمياء والصيدله هو صناعه الادويه. وقلنا الدواء عباره عن مواد كيميائيه ليه خواص علاجيه، والدواء ده قال لك بيتحضر بطريقه من الاثنين: لا اما في المعمل عن طريق ان انت تجيب ماده مع ماده وتفعلهم تحضر الدواء، وعلى فكره معظم الادويه اللي موجوده دلوقتي هي عباره عن مواد كيميائيه، لا اما من الطبيعه اللي هي ايه؟ العلاج بالاعشاب. نسمع عنه؟ طبعا نسمع عنه، ده لحد دلوقتي موجود.
العلاج بالاعشاب مثلا تلاقي واحد عنده كحه يقول لك مثلا هات له ورقتين جوافه من على اي شجره جوافه، هات ورقتين جوافه واغليهم، وعلى فكره ده علاج كويس جدا 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 للكحه. تجيب الورقتين دول تغليهم وتشرب الميه بتاعتهم وخلاص، بس ده علاج بالاعشاب. يبقى اذا الدواء لما بيتصنع في المعمل من مواد كيميائيه لما موجود في الطبيعه من الاعشاب. تمام؟ تمام. طيب يبقى اذا احنا عرفنا خلاص علاقه علم الكيمياء مع الصيدله الادويه. قلنا مواد كيميائيه لها خواص علاجيه، وقلنا لا اما بحضرها لا اما في المعمل لا اما من الطبيعه اللي هو العلاج بالاعشاب. جميل. طيب مع الطب، قبل ما نقول العلاقه بتاع الطب انا عايز اشرح لك بس مرضين كده. المرضين دول بعيدا عن الكيمياء بعيدا عن الدراسه اصلا، انا عايز اقولهم لك كمعلومه عامه ليك تعرفها عن المرضين بس، وفي نفس الوقت شرحهم هيفهمنا علاقه علم الكيمياء بعلم الطب، عشان احنا هم هتلاقيهم سطرين عندك اتنين هنعرفهم وخلاص. انا عايز افهمهم لك بقى. تمام؟ اهم حاجه بس الكلام اللي انا هتكلمه ده التفاصيل دي مش عليك، انا هتكلم وهرجع الكلام ده ليه عشان تفهم وخلاص، فانت مش مطالب بيه. تمام؟ طيب اول حاجه مرض السكر، ربنا يعافينا جميعا يا رب ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين. احنا كلنا نسمع مرض السكر صح؟ هو ايه مشكله عيان السكر؟ كلمه واحده، دمه مسكر. ما تستغربليش والله دمه مسكر، بس مش اقصد انه دمه مسكر ان دمه خفيف بيهزر، لا، اقصد انه دمه مسكر فعلا، دمه مسكر عشان نسبه السكر فيه عاليه. يعني لو انت خدت عينه من عيان سكر وحطيت بس عين الدم وحطيت على لسانك هتلاقيها فعلا مسكره. هوضح لك الفكره. بص يا عم الباشا، طيب انت دلوقتي واحد لسه واكل حته بسبوسه، نفترض ان السبوره دي كلها عباره عن الدم اللي موجود في الجسم. ده الجهاز الهضمي اهوت، هننزل على المعده وبعد كده الامعاء وهكذا، وتنيني ماشي اهيت. بكل بساطه يا عم الباشا، انت لسه واكل دلوقتي حته بسبوسه، تمام؟ البسبوسه دي هتنزل لحد ما تنزل للامعاء وبعد كده تمتص. البسبوسه دي كلها سكريات صح؟ اللي هو سكر الجلوكوز. فانا مليت الدم بسكر الجلوكوز اهو، ده عباره عن سكر. طب بص بقى الحته الثانيه اللي انا هرسمهم دول اسمهم خلايا. خليه. المفروض دلوقتي الطبيعي ده اللي بيحصل في جسمنا، انت بتاكل حاجه مسكره او بتاكل اي حاجه فيها سكر، السكر بينزل في الدم بعد ما يمتص، السكر بيقوم داخل جوه الخليه. ليه؟ عشان الخليه تاخده تحرقه وتطلع منه طاقه، دوره اسمها دوره كريبس، ما اعرفش سمعت عنها لسه ولا لسه، بس اهم حاجه يعني ان الخليه هتاخد السكر ده عشان تحرقه. طيب ماشي، ايه المشكله؟ طب ما السكر نزل في الدم اهو، ما يخش جوه الخليه. قال لك لا، ما هو مش بمزاجه. ينفع مثلا انت موجود اهوت في مصر، ينفع تقول له انا رايح امريكا بمزاجك كده من غير تاشيره من غير باسبور او اي حاجه؟ اكيد لا طبعا. فانا اذا لو داخل على حته جديده لازم ادفع تاشيره، او لازم حد يدخلني، او لازم ادفع فلوس. المهم ان لازم في حاجه هتتعمل قبل ما اخش. تمام؟ هو نفس الكلام، السكر مش هيخش الخليه بسهوله. مين اللي بيدخله؟ قال لك اللي بيدخله الباشا ده اهوت. الباشا ده بيبقى عنده موقع كده بيشيل جزيء السكر فيه وبيقوم مدخله. لو ده مش موجود السكر مش هيقدر يخش. طيب مين ده؟ ان شاء الله هو ده الانسولين. الانسولين هو الشيال اللي بيشيل السكر يدخله جوه الخليه. طب بكل بساطه الانسولين ده مش موجود، السكر هيخش الخليه؟ لا. طب السكر هيتراكم فين؟ هيتراكم في الدم. فعشان كده قلت لك دمه مسكر، نسبه السكر عاليه في الدم. طيب ما دي حاجه لطيفه، ايه المشكله يعني لما دم يكون مسكر ونسبه السكر عاليه في الدم؟ قال لك المشكله مش في حته ان السكر عالي، المشكله ان السكر صايع. ليه صايع؟ بيمشي يخبط، او من الاخر بيمشي كده يلطش في الخلايا بتاع الجسم، ما بيقفش ساكت. انت عارف والله لو هو هيقف ساكت كده مكانه وهو عارف الدم وخلاص ومبسوط كان مش هيعمل مشاكل قوي. لكن مشكلته الاساسيه ان هو فعلا بيمشي كده يلطش على الخلايا. من ضمن الخلايا اللي بيلطش عليها دي العين، يمشي يخبط عليها، يخبط في الشبكيه يبوظها، الشبكيه بتاع العين المسؤول عن الرؤيه. يمشي، والاصعب بقى يمشي يخبط في الاعصاب بتاع الجسم يبوظها، بالذات الاعصاب الطرفيه اللي موجوده في الاطراف بتاع الايدين والرجلين. طب ايه المشكله في كده؟ قال لك المشكله ان في مرضى سكر في مراحل متقدمه شويه بيفقدوا الاحساس، يعني الاطراف ديت ما بيبقوش حاسين بها اصلا، بالذات رجليه. الكلام ده بالذات في رجليه، تلاقيه ماشي، بص تلاقيه ماشي في امان الله، ماشي قابل مثلا مسمار، المسمار ده عوره ولا هو حاسس ومكمل عادي جدا، فتلاقيه يتعور، تلاقيه يحصل له اي حاجه وهو مش حاسس. المشكله ان في ناس مرضى سكر كبار في السن ما فيش حد عايش معاهم، ما فيش حد بيراعيهم، فالناس دي لو حصل لها اي حاجه من الكلام ده هو مش واخد باله، هو ما بيبصش على رجليه، بالذات لما يكون متعور في كعب رجليه اصلا من تحت، فهو مش واخد باله.
طيب التعويره دي هيحصل لها ايه؟ فاكر فيلم كركر لما كان واحد اتعور في صباعه كده وقال له ايه؟ انت لازم تدفن حاله، ليه التعويره دي هتفضل تكبر 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 وتضغط علينا وتموتنا ونموت مع بعض، صح؟ على فكره هو ده اللي بيحصل بقى العين بتاع السكر، التعويره دي هتفضل تكبر تكبر تكبر، وتعويره ملوثه هتعمل له حاجه اسمها غرغرينه في رجليه، تلاقي رجليه اسودت، وللاسف لو وصل للمرحله ديت لازم ايديه رجليه تتقطع. فهي مراحل فعلا يعني مأساويه جدا. والحته ديت يعني الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، وربنا يعافينا جميعا وربنا يشفي الجميع يا رب. فدي حاجه صعبه جدا. فهو مش المشكله ان دمه مسكر بس، تمام؟ طيب انت دخلتنا في متاهه، ايه علاقه علم الكيمياء بالكلام ده؟ بص يا عم الباشا، رقم واحد هنقول حاجتين. رقم واحد، هو مين اللي عرفني ان اصلا الانسولين هو اللي بيدخل السكر للخليه؟ مش دي وظيفته؟ مين اللي عرفنا وظيفته؟ تركيبه. ان انا عرفت ان في تركيبه عنده مقعد كده، المقعد ده بيقعد عليه الجلوكوز، فيقوم الانسولين واخده يقوم مدخله جوه الخليه. ايوه انت قلت لي اللي عرفني الكلام ده تركيبه، صح؟ مين اللي بيختص بدراسه التركيب؟ علم الكيمياء. بس يبقى اذا لما اجي اقول بقى مع الطب هقول الكلمتين دول: يساهم علم الكيمياء في معرفة طريقة عمل الهرمونات، زي هرمون الانسولين، زي الباشا ده عرفت هو بيشتغل ازاي، طريقة عمله بتشتغل ازاي. طيب هو دي حاجة مهمة جدا جدا. هو انا لما باخد عينة من جسم الانسان من الدم ولا نسبة السكر عالية، انت هتقول لي دلوقتي هو عنده السكر، صح؟ طيب هو نسبة السكر عالية ليه؟ عشان ما فيش انسولين. طب علاجه اديني انسولين بس. يعني انا اصلا اعتمدت على الحته دي في التشخيص بتاعي واقترح العلاج المناسب، ان انا شخصت ان هو عنده مرض سكر عشان نسبه السكر عاليه، واقترحت العلاج اديله انسولين عشان ما فيش انسولين يدخل السكر جوه الخليه. خلصنا، تمام كده؟ تمام. طيب يبقى عشان كده يساهم في علم الكيمياء في معرفه طريقه عمل الهرمونات، ولو حصل اي خلل اقدر اعوض الكلام ده من بره، زي هرمون الانسولين مش موجود يلا اعوضه من بره، تمام؟ ناخد مثال كمان، في مرض اسمه مرض انيميا الفول. انيميا الفول دي بيبقى مرض وراثي، العيل الصغير بيتولد بيه. العيل ده المفروض يبعد عن اي بقوليات زي العدس، زي الفول، زي مثلا الفاصوليا، الحاجات اللي هي ذات فصين دي، تمام؟ طيب ليه؟ قال لك بص، اما بتاكل الفول بالذات او البقوليات ده بيطلع لك ماده مؤكسده اسمها H2O2، اسمها فوق اكسيد الهيدروجين، دي ماده مؤكسده وبتموت، ماده بتموت. ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا في الجسم انزيم، مالكش دعوه باسمه عشان اسمه غريب كده، خلق لنا انزيم. الانزيم ده بياخد الماده دي يحولها لاثنين هما سر الحياه، الميه والاكسجين. هل في حد يقدر يعيش من غير الميه والاكسجين؟ اكيد لا. طبعا سيبك من وزن المعادله، هنا 2 وهنا 2 مش مهم دلوقتي. انا قصدي بس اقول حاجه، اللي بيحول الماده دي لدول هو الانزيم. مشكله الاطفال دول ما عندهمش الانزيم ده بس. طب ايه اللي عرفنا وظيفه الانزيم ده؟ تركيبه. ومين اللي بيعرفنا تركيبه؟ علم الكيمياء. يبقى يساهم علم الكيمياء في معرفه طريقه عمل الهرمونات والانزيمات، واذا حدث خلل هقترح علاج مناسب. بس يبقى انا رغيت لك الكلمتين دول كلهم عشان اقول لك بس الكلمتين دول، خلي بالك منهم الله يكرمك. طيب نكمل يلا. رقم 4، التكامل ما بين علم الكيمياء وعلم الزراعه. استنى، الزراعه ديت ان انا ازرع التربه، صح؟ طيب سؤال، انا دلوقتي عايز ازرع مثلا محصول زي البطاطس. احنا عارفين ان البطاطس بتبقى محتاجه مثلا ايه؟ مواصفات معينه، زي ان التربه يكون نسبه عنصر الفوسفور والكبريت فيها عالي. اعرف بس كده نسبه الفوسفور والكبريت عالي. ايوه انا ايش عرفني؟ هو انا مثلا همد ايدي في التربه اعرف الفوسفور عالي ولا لا؟ اكيد لا. امال هعمل ايه؟ هاخد عينه من التربه هحللها. كلمه تحليل ده يعني اعرف المكونات ونسبه كل مكون، اسمها كده، حتى بنسميها كيمياء تحليليه. ان انا احلل ماده يعني اعرف مكوناتها، وبعد ما اعرف مكوناتها مثلا بتتكون من 5 مكونات، اعرف بقى نسبه كل مكون واشوف فعلا هو عالي ولا قليل. فقال لك بص، علاقه علم الكيمياء بالزراعه هي كلمه واحده: تحليل التربه. فانا لما احلل التربه، رقم 1 هعرف مكونات التربه ونسبه كل مكون.
جميل. طب لو لقيت الفوسفور قليل والكبريت قليل، هل التربه كده تصلح لزراعه البطاطس؟ لا. طيب اعمل ايه عشان اخليها تصلح؟ والله هات الكبريت والفوسفور وحطهم من بره، دي حاجه بنسميها اسمده زراعيه. يبقى انا بعد ما اعرف نسب كل مكون، لو لقيت حاجه قليله زودها من بره بالاسمده الزراعيه. الاسمده الزراعيه دي اصلا عباره عن مواد كيميائيه. طب وانت بتفحص التربه لقيت فيها حشرات، حط لها مبيدات حشريه، يبقى في الاخر اهوت مبيدات حشريه. بس يا عم الباشا، تمام كده؟ تمام. يبقى هي كلمه واحده اسمها تحليل التربه. طب اخر حاجه التكامل ما بين علم الكيمياء وعلم المستقبل. ده علم جديد اسمه علم النانو تكنولوجي. علم النانو تكنولوجي انظر الدرس الثاني، هناخده بالتفصيل في الدرس الثاني. تمام كده؟ تمام كده. اتكلمنا الحمد لله عن العلاقه ما بين علم الكيمياء والعلوم الاخرى. عايزين بس نلم الدنيا كده بسرعه في دقيقه واحده خدناه. والله احنا اتكلمنا النهارده عن علم الكيمياء وعرفنا بيدرس ايه، عرفنا كلمه علم يعني ايه، عرفنا يعني ايه علوم طبيعيه، عرفنا العلاقه ما بين علم الكيمياء والعلوم الاخرى. يلا نقول بسرعه. علم الكيمياء يختص بدراسه تركيب الماده. عرفت تركيب الماده هعرف خاصها تفاعلاتها الكيميائيه، التغيرات اللي تطرق عليها. وعرفنا ان علم الكيمياء احد العلوم الطبيعيه الخمسه. وعرفنا العلوم الطبيعيه هم خمسه: كيمياء وفيزياء واحياء وجيولوجيا وعلم الفلك. وعرفنا مجالات دراسه علم الكيمياء بجيبها من التعريف، 3 من التعريف وواحده مشكلات بيئيه. بعد كده عرفنا ان علم الكيمياء ده مركز لباقي العلوم او مهم جدا لباقي العلوم، لان بيساعدني على معرفه تركيب الماده. فانا لما اعرف تركيب الماده هعرف كل حاجه. فخدنا التكامل ما بين علم الكيمياء والاحياء، سميناه كيمياء حيويه. وعرفنا ان العلم ده بيختص بدراسه التركيب الكيميائي للخليه، اللي هم 4 مكونات: كربوهيدرات، ليبيدات، بروتينات واحماض نوويه. بعد كده علم الكيمياء والفيزياء، عرفنا ان علم الفيزياء لوحده بيختص بدراسه 3 كلمات: خواص الماده، القياس وادواته، واخر حاجه تفسير الظواهر الطبيعيه. وعرفت ان الكيمياء بتساعدني ان انا اعرف تركيب الماده عشان اقدر اعرف خواصها. طيب بعد كده خدنا الكيمياء والطب والصيدله. عرفنا ان العلاقه ما بين الكيمياء والصيدله دراسه الادويه، اللي هي عباره عن مواد كيميائيه لها خواص علاجيه بحضرها لا اما في المعمل لا اما من الطبيعه. العلاقه ما بين علم الكيمياء والطب بيساهم في معرفه وظائف الهرمونات والانزيمات. فلو حصل فيها اي خلل هعمل ايه ساعتها؟ هشوف الخلل ده اعالجه ازاي. عندك نقص في الانسولين، خد انسولين. ما عندكش الانزيم ده خده من بره. طب لو ما لقيتوش يبقى توقف اكل البقوليات، وفعلا الانزيم ده اصلا مش موجود بره، فعشان كده هو لازم يوقف اكل البقوليات. تمام. اخر حاجه العلاقه ما بين الكيمياء والزراعه. قلنا علم الكيمياء والزراعه حاجه بنسميها تحليل التربه. اعرف مكونات التربه، نسبه كل مكون. لو حاجه قليله ازودها من بره بالاسمده، لو لقيت حشرات حط مبيدات حشريه. تمام. اخر حاجه عشان ننهي الحصه القياس، عمليه القياس. بص يا عم الباشا، لو حضرتك دلوقتي نازل السوق تشتري مثلا بطاطس، هل انت هتعبي البطاطس في الشنطه وتاخدها وتمشي ولا لازم توزنها؟ لازم توزنها. ما انت ما تعرفش الشويه اللي انت عبيتهم في الكيس دول قد ايه. يعني انا اقصد الشويه اللي انت عبيتهم في الكيس دول بالنسبه لك ككميه مجهوله ولا معلومه؟ مجهوله، انا ما اعرفش هم قد ايه اصلا. قال لك خلاص الراجل اللي بيبيع لك البطاطس ده هيعمل ايه؟ هيجي يحط البطاطس هنا اهي. البطاطس دي لحد دلوقتي بالنسبه لي مجهوله ولا معلومه؟ مجهوله. ودي هسميها الماده رقم 1. طيب هو الراجل ده عشان يقيس الكتله بيعمل ايه؟ والله بيحط قصاد هنا مثلا كيلو، 2 كيلو، 3 كيلو. ايوه هو الكيلو او ال2 كيلو او ال3 كيلو بالنسبه لي معلومين ولا مجهولين؟ معلومين. يبقى ديت ماده معلومه. انا عارف طبعا ان ال1 كيلو فيه 1000 جرام وهكذا، فدي ماده معلومه بالنسبه لي. دي الماده رقم 2. سؤال، مش انت حطيتهم الاثنين قصاد بعض؟ هي دي عمليه القياس. لما احط 2 قصاد بعض كده يعني كاني بقارن ما بينهم. فالقياس هي عمليه مقارنه ماده مجهوله باخرى معلومه. تاني، عمليه مقارنه ماده مجهوله بماده معلومه لمعرفه عدد مرات احتواء الاولى اللي هي المجهوله على الثانيه اللي هي المعلومه. يعني ايه؟ يعني شويه البطاطس دول قد ايه؟ كيلو ولا 2 كيلو ولا 3 كيلو ولا 4 كيلو؟ عايز اعرف ده هو قد ايه من ده هو. يبقى تاني هي عمليه مقارنه كميه مجهوله كميه معلومه لمعرفه عدد مرات احتواء الاولى اللي هي المجهوله على الثانيه اللي هي المعلومه. نكتب الكلمتين دول. يبقى هي عمليه مقارنه كميه مجهوله باخرى معلومه لمعرفة عدد مرات احتواء الأولى على الثانية. طيب العناصر الأساسية في عملية القياس، وهنختم بكده. هو إيه العناصر الأساسية في عملية القياس؟
هو انت مثلا لو نزلت النهارده لعمو البقال، رحت قلت له عمو بعد اذنك انا عايز 4 وسكت، هيقول لك 4 ايه؟ صح، انت سالتني هو 4 ايه؟ انت اصلا لو قلت له 4 وسكت هيشتمك، فهتقول له 4 واسكت، هو دي حاجه بالنسبه لي مجهوله، رقم مجهول، انا ما اعرفش 4 ايه. تمام؟ طب لو قلت له انا عايز 4 لتر من اللبن، لا انا كده عرفت خلاص بقى، انت قلت لي انا عايز 4 لتر من الماده اللي انت عايزها وخلاص. فعشان كده لما اجي اقول لك ايه العناصر الاساسيه لوحده القياس، هل ينفع اقول يا عم انا عايز 4 واسكت؟ لا. فدي بنسميها حاجه اسمها قيمه عدديه. لحد دلوقتي القيمه العدديه اللي انا كاتبها دي مجهوله ولا معلومه؟ مجهوله، انا ما اعرفش 4 ايه. طب لو قلت له انا عايز 4 كيلو جرام، يبقى كده بقت معلومه. ليه؟ لان جبت المجهول جنب الكيلو جرام اللي هو المعلوم، بقت كلها معلومه. ديت بنسميها بقى وحده القياس اللي هي الكيلو جرام. يبقى العناصر الاساسيه في اي عمليه قياس القيمه العدديه ووحده القياس. القيمه العدديه هي اللي كميه مجهوله، اما وحده القياس دي وحده متعارف عليها، هي اللي بالنسبه لي معلومه. تمام يا باشا؟ تمام كده، الحمد لله خلصنا اول حصه. راجعنا كتير، كان فيها كلام نظري كتير، يمكن ديت ارخم حاجه اصلا في الباب الاولاني، كلمتين النظر دول، بس الحمد لله خلصناهم فهمناهم كويس. اهم حاجه ذاكرهم بقى كويس واستعد باذن الله. لو في اي استفسار زي ما قلت لك كلم التيم او ابعت لهم على الرقم اللي هيظهر قدامك دلوقتي على التليجرام. توفيق باذن الله. طب السلام عليكم.